اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل كده عيش او فطيره او اي حاجه زي ما تسميها، هي ملهاش اسم عموما، بس هي هسميها فطيره معاكم. معايا هنا هو كوبايتين من الدقيق. نعملها دي وجبه كده سريعه، ممكن تعمليها في العشاء، بتبقى سهله جدا. كوبايتين من الدقيق معاهم 3 معالق من الزيت، وهنعجن بميه ورشه الملح على الدقيق الاول. ما بتاخدش اكتر من كده اهو، بس اللي احنا هنسيبها ترتاح بس شويه بعد العجن. بعد ما هعجنها كده شويه وهسيبها ترتاح على بال ما اجهز الحشو اللي انا هحطه جواها. طبعا الميه ما بتتحط يعني حسب ما انت ايه ما بتاخد معاكي العجينه، انا مش بحط مقدار معين للميه. بس هي 3 كوبايتين ونص، عليهم 3 معالق من الزيت، عليهم رشه ملح. بس كده اهوت، ما بتحتاجش اي حاجه تاني مننا. خلاص كده عجناها، عجنت فيها شويه كده اهوت، بوديها واجيبها واوديها واجيبها عشان تبقى ايه، حلوه معانا. بعد كده بسيبها كده، اغطيها باي حاجه، بالبلاستيك كده اهو، باي شيء هتحطيها ان شاء الله، في كيس نايلون اي حاجه، المهم تسيبيها ترتاح كده متغطيه، وسيبيها على جنب على بال ما تشوفي هنعمل ايه فيها. اما انا هعمل الحشو بتاعها، هعمل بطاطس مهروسه وهحطها عليها موتزاريلا. طبعا معايا هنا هو بطاطسيتين للكوبايتين دي، حطيت بطاطسيتين سلقتهم، كانوا الكميه مظبوطه على معايا. حطيت فلفل اسمر وبابريكا، وحطيت الملح بتاعهم طبعا، وحطيت معلقه زبده، نص معلقه زبده على الكميه دي كلها. بس كده اهوت. لو عندك بقدونس مجففه ممكن تحطيها عليها، ولو عندك برضو بقدونس خضرا ممكن تحطيها، بس انا ما استكفيت ان انا احط كده بس. تمام. الحشو دوت بيبقى معاكي زي ما انت عايزه، يعني ممكن تحشيها جبن بس، ممكن تحشيها لانشون وبسطرمه، الحاجه اللي انت حابه تحشيها، اللي هي اصلا الفطيره دي بتتعمل، او رغيف العيش دوت بتعمل ان انت هتاكليه بالليل عشاء، وجبه انت جعانه كده اهوت وهتقومي تعمليه، او الولاد عايزين ياكلوا فبتعملي لهم حاجه سريعه. كده خلاص انا عملت ان بعمل اللي هي الدهان اللي انا هحطه على الوش. شويه بقدونس خضراء، بقدونس على شبت كده اهوت، وكزبره انا مقطعاهم، يعني ببقى حطاهم في التلاجة على طول، ان انا خدت منهم قد معلقه، حطيت عليهم قد نص كوبايه من الزيت، عليها معلقه قشطه او ممكن معلقه زبادي اللي موجوده عندك، والبهارات اللي انا حطيتها في البطاطس. بس زودت عليه على البهارات بودره زعفران عشان تديني لون كده اهوت، وانا يعني ايه، تغير اللون، يعني ما تبقاش لونها، البابريكا مش هتديني لون عليها، هتديني الزيت بس كده اهوت. فانا حطيت بودره زعفران عشان اخد لون بس كده على وش الرغيف اللي انا عملته، او الفطيره. يعني انا بصي، انا مش عارفه هي فطيره ولا رغيف، بس هنسميها هي عجينه عيش او عجينه، مش عجينه عيش لان العيش بيتحط له خميره، هي عجينه فطير. تمام. بكورها كده، قطعت الكميه على عدد كده اهو، طلع معايا الكميه اللي معانا ديت. بس بسيبها بقى ترتاح، بعد ما بقطعها بسيبها برضو ترتاح تاني عشان تفرد معايا حلو، وما ما تلمش معايا، يعني ما تبقى مرتاحه. طول ما انت ما بتريحي العجين، طول ما هي ما العجين ما يعني بتفرد معاكي كويس. كده خلاص فردتها بالشكل ده، وهحط بقى شويه من البطاطس وعليهم شويه من الموتزاريلا. وطبعا حبيت ان انا احط ايه، شويه من الخلطه ديت عشان قلت اجرب طعم البقدونس جواها، بس طعمها حلو جدا، يعني ايه، جربوها عادي ما فيهاش اي حاجه. عموما انا بعملها، بحط لها بطاطس محمره، بحط لها اي حاجه، يعني اللي انت عايزاه تحطيه جواها بتحطيه. هي ممكن بطاطس محمره كده وتقفليها كانها مربعات كده، وبتسويها على الجريل او على الطاسه كده من على الوش، وخلاص بتستوي معانا بسرعه وما فيهاش اي حاجه. بس اهم حاجه بنرقق العجينه شويه، مش بنديها تخن كده عشان التسويه، يعني هي مش بتاخد تسويه مده طويله يعني. خلاص كده عملنا اول واحده، فطلعت الجبنه ناشفه مجمده قوي، فسبتها على جنب لحد ما الجبنه تفك، وبجرب وبعمل معاكم التاني واحده. تمام عشان تشوفوها بس معانا. حطيت معلقه برضو من الصوص اللي انا هحطه على الوش جواها كده اهوت، بيدي طعم كده حلو للجبنه، للبطاطس والجبنه. اهي نقفلها بالشكل ده كده ونقعد نبططها. بسيبها برضو شويه، ما بسويهاش على طول، بسيبها شويه على بال ايه، ترتاح عشان تفرد معايا تاني. بس مش بترتاح فتره طويله، يعني تعملي واحد تسيبيها ترتاح وتعملي اللي بعديها، وبعد كده تروحي هي حطها على النار واللي بعديها ترتاحي. يعني هو دي بتبقى الراحه بتاعتها يعني، مش ان هي ترتاح 5 دقايق او الكلام ده كله، لا، انت على بال ما بتعملي التانية تكون هي دي ارتاحت، تكوني حطاها موديها على الصينيه، على الطاسه كده زي ما احنا عاملين كده اهو، وتعملي لغيرها بالشكل ده. بسيبها بقى بالتسويه بتاعتها ايه الشكل ده. ما بتطلع من التسويه بحط معلقه من الزيت اللي انا عملته دوت بالشكل ده كده، وادهنه عليها، بيديها كده ايه، لون حلو وطعم كمان حلو. بصوا بقى ادي المنظر ده، بص طلعت ازاي. انا متاكده ان انتوا هتقوموا تعملوا الفطيره ديت، بس قبل ما تقومي تعملي الفطيره يا ريت تعملي لي لايك للفيديو،
ما تنسينيش بلايك للفيديو. وادي بصي بقى، هي الاولانيه كانت سخنه قوي فروحت مغيراها وجايبه اللي هي اللي تحت، ووريتكم كمان المطه بتاعت الجبنه عامله ازاي. بص المنظر عامل ازاي. تستاهل لايك ولا ما تستاهلش لايك؟ استاهل لايك للفيديو دوت. ما تنسينيش بقى باللايك، واشوفكم على خير. سلام عليكم.